طبيب من أطباء الشام بيفوت على سجن صيدنايا، والله بيكتب له عمر جديد وبيطلع من هذا السجن أثناء تحرير سوريا. الطبيب هاد بعد ما طلع من السجن وتعرض لعدة أمراض خبيثة، بتصادفه صبية وبتعمل معه مقابلة، وبيحكي له كل التفاصيل اللي كانت تصير معه داخل السجن هو والمعتقلين التانيين. خلونا نتابع الفيديو ونشوف شو عم يحكي الدكتور وشو صار معه جوا هذا السجن. لانه كسروا لنا اسناننا سووا فينا كثير شيء صعب. وصار انا طلعت من سجن صيدنايا معي هلا سل ديسك والتهاب التهاب كبد، وعم نتعالج نحن نفسيا. يعني نحن كانت حصه الفطور للسجين 4-5 حبات زيتون رغيف خبز واحد من اي نوع، مثلا لبنه، جبنه، مربى، مسبحه، فول، معلقه، مقدار معلقه. الغداء بيتخلط الغداء رغيف خبز وهيك تتعبي بايدك الطبخ. انا هلا انستي ما نحكي عليهم ما بشبع، عادي يحكوا يعني تشرب امريكا هون سوريا. انا هلا ما بشبع، باكل من هون بروح لهنيك برجع باكل، ما بشبع. يخلص الاكل بمل. يعني ما عندي هي الميزه التطبيق، هي شو بيقولوا له، هي انه هاي اللي بتكون بدماغ انه واحد انه انا انه بس تصير نفسيه هي الحكايه. نحن هلا بس بنفكر بالاكل والشرب، ما بنفكر بشيء بنوب. يعني مخنا واقف جامد، مع انه انا كنت دكتور تمام. يعني في امور ما بدنا، يعني في امور، يعني اول ما وصلنا على سجن صيدنايا بيشلحونا اواعينا بالزلط نوب اوفر تمام، وبيحطوا لنا هيك مثل بقفص بيحطوا فيه الخواريف يعني، وبيقولوا لنا مع وسم نقول ماع مثل الخواريف، قول ماع، ما بقول ماع بيقتلوه. كل واحد هويته بايده ورا، بيقول له هي بيقول انه هي اخبار تمسك هويتك. وبنقعد ننزل على الارض وضعيه سجود، بقول لك زي وضعيه سجود مثل ما كنت بتصلي. ونحن قاعدين بالزلط وببلشوا ضرب فينا، وببلشوا اللي بيمسكوا عصايات يعني بيحطوها باماكن ما بتنحكى على الهواء. العصايه وين بيحطوها باماكن شلون؟ وبلش يسال كل واحد من وين، انت من وين، انت من وين، حسب كل واحد من انه محافظه بيكون القتل، بيكون طبعا التعذيب. انت وين متصاوب، انت من وين، انت مع انه فصيل كنت انت. قالوا لي انت مع مين كنت؟ قلت له انا كنت بالغوطه، بس انه انا اسعاف. قال اسعاف شو؟ قلت له تصير قصف. قال لي من مين؟ قلت له من الطيران. قال لي طيران مين؟ قلت له طيران النظام. قال لي تعال انت حالك وين هلا؟ لا يكون فكر حالك قاعد عند الجيش الحر تبعك. قال نحن هون النظام، وهلا انت هون بسجن صيدنايا. الداخل مولود والخارج مفقود. واول ما بفوت واحد بيعمل له حركتين امان، بكسروا له اسنانه وبيضربوه بصراحه على بيضاته بيخصوه. خلص يعني خالص. بيقول هون وقت واحد يفوت